اليهود من ضمن المصايب اللي عملوها اهدروا حقوق الانبياء، وقالوا على ده كذا وقالوا على ده كذا وقالوا على ده كذا. النهارده هنحكي قصه سيدنا اسماعيل، احد اكبر الانبياء المهدور حقهم في كتبهم المقدسه. لو حضرتك مهتم بتاريخ الانبياء وايه اللي حصل في فتره الانبياء، يبقى حضرتك شرفنا بالاشتراك في القناه وفعل الجرس حتى ياتيك كل جديد. قبل الاسلام حاجه وبعد الاسلام حاجه تانية خالص. اليهود كتبوا الشرف لاسحاق ويعقوب وبنو اسرائيل، ونفوا اي عزه واي شرف لاي شعب تاني. ازاي بتقول كده؟ اولا بيتهموا سيدنا ابراهيم ان المتحكم في الامور كلها ساره. اتجوز هاجر وخلف منها، حاضر. اطرد هاجر وابنها، حاضر. بعد كده، بعد ما اطرد، راح فين سيدنا اسماعيل وراحت فين هاجر؟ راحوا بئر سبع. لا، ده قعدوا في سينا، في فران في سينا. طيب ربنا وعد سيدنا اسماعيل وعد السيده هاجر وسيدنا اسماعيل انه هيجي من نسله شعب عظيم و12 رئيس هيلد، وهيكون يده على الكل. هل ده تحقق؟ لا والله احنا مش عارفين. طب فين نسله؟ في نواحي سينا؟ لا مش موجود والله نسله في نواحي سينا. طب فين ال 12 ولد؟ هم ابنائه 12، هم ليهم اثر في التاريخ؟ ما لهمش. طب هل يد سيدنا اسماعيل او اولاده كانت على الشعوب التانية؟ لا والله، ده كانوا من اسوأ الشعوب وكانوا من افقر الشعوب وكانوا بيعبدوا الاصنام. امال الكلام اللي اتقال عندكم ده ايه؟ والله ده الكلام اللي عندنا وده اللي احنا مصدقينه. طب قصة الذبيح، دي قصة الذبيح دي، ده اسحاق. ازاي اسحاق وكتابكم بيقول يا ابراهيم خذ ابنك وحيدك اذبحه؟ هو كان ازاي اسحاق وحيد واسماعيل كان موجود؟ يبقى الكلمة بتاعت اسحاق خذ ابنك وحيدك اسحاق دي اضيفت، انتوا ضفتوها عشان تنفوا الشرف عن اسماعيل وتنسبوه لاسحاق. يا سيدي احنا عندنا كمسلمين اسحاق واسماعيل واحد، هم انبياء. طب تعالى نجري بسرعة ونقول ابناء اسماعيل كانوا قعدوا فين في كتابكم المقدسة؟ ما بين حويلة جنوب الشام وشور شمال اليمن. متفقين؟ متفقين. وهيجي من نسله قدار؟ هيجي من نسله قدار. طيب ايه بقى بيقول العهد الجديد في اسماعيل؟ بولس القديس بولس بيقول لك ده انسان وحشي، ده ما كانش المفروض ابراهيم يتجوز هاجر ويخلف اسماعيل، دول جم على غير ارادة الله. وخد بالك ده ابن الجسد، انما ابن الروح هو اسحاق. عشان كده ابن الروح هو اللي خد العهد. بقى هو اللي خد العهد يا بولس وهو ما كانش لسه اتولد؟ هو اللي خد العهد. ازاي والعهد ربنا مديه لسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل قبل الاختتان على طول وقبل ميلاد سيدنا اسحاق؟ ما هو فعلا خدوه. طب ما لما خدوا سيدنا اسماعيل وسيدنا ابراهيم وما كانش موجود اسحاق، يبقى العهد جه لذريه سيدنا ابراهيم اللي هو اسماعيل وذريته واسحاق وذريته. ومش مجرد ان هو الورث بالدم، ده لازم يلتزم بالشرائع ويطيع ربنا ولا يعصيه عشان يرث اللي ربنا وعده بيه. صح؟ تعال بقى نصحح الكلام ونشوف الاسلام قال ايه في الموضوع ده كله. الاسلام بيقول لك، بيرد على كل ده بآية واحدة بس، ولو ما كانتش غير الآية دي كانت تبقى كافية للرد على اليهود في مزاعمهم. ازاي؟ سورة مريم ربنا بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ابتدى اذكر في الكتاب، اتذكر عندكم اسماعيل، عندنا بقى صادق الوعد. يعني ايه يا رب صادق الوعد؟ ما كل الانبياء صادقين الوعد، ما فيش حد فيهم ليه حاجة ذلة كبيرة تخليه ما يبقاش صادق الوعد. لا، ربنا يقصد هنا صادق الوعد. كل المفسرين قالوا ان اول ما سيدنا ابراهيم قال له انا شفت في الرؤيا اني اذبحك، قال له افعل ما تؤمر. ماشي، الكلام ده مقبول. انما في حاجة تانية ليها عمق، صادق الوعد لان هو كان صاحب الوعد الصدق، مقترن بسيدنا ابراهيم. لما سمعوا العهد من ربنا قالوا امين ونفذوه. هو كان على العهد مع الله وكان على الوعد،
لذلك قال لك وكان يأمر أهله بالصلاة، الصلة ما بينك ليك ونسله، ليه ونسله، الصلة ما بينه وبين نسله وما بين ربنا سبحانه وتعالى. والزكاة الصلة ما بينه ونسله والمجتمع. هو ده العهد، هو ده اللي ربنا أمر بيه. هتفي بعهدي أوفي بعهدك، زي ما قال سيدنا، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في آية تانية لبني إسرائيل: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ما وفيتوش بعهدكم هتاخدوا على دماغكم. طب سيدنا إسماعيل وفى؟ طبعا ربنا قال في آخر الآية: وكان عند ربه مرضية. طيب القرآن يقول لك يجعله أمة عظيمة لأنه من نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. و12 رئيسا أو نقيبا يلد أو أميرا، ما حدش ليه ذكر لبني إسماعيل غير سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا عثمان ومن يأتي بعده من يمسك الراية. هم دول ال 12 رئيس اللي ليهم ذكر حتى يوم القيامة. طب انت عايز تقول لي ان محمد مرتبط بإسماعيل؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرتبط طبعا بإسماعيل ومن نسل سيدنا إسماعيل. مفيش حاجة عندكم في الكتاب بتقول كده، لا. اقرأ سورة قريش. ايه ده؟ سورة قريش مالها ومال الكلام ده؟ ربنا بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. كل المفسرين قالوا إن دي دعوة سيدنا إبراهيم بالنماء والرزق لأهل مكة. ماشي، بس خد بالك، ربنا بيقول لك خد بالك من الآية دي لأنها موجودة في كتبهم المقدسة. إزاي؟ مش أنت قلت إن أبناء إسماعيل سكنوا بين حويلة وبين شور، ما بين جنوب الشام وشمال اليمن؟ ويبقى هم في النص في بلاد الحجاز، رحلة في الصيف هنا ورحلة في الشتاء هنا، زي ما وصفها ربنا في القرآن: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة هنا ورحلة هنا. طيب هل كده أثبتت إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل؟ ما قالش على لسانه إن هو من نسل سيدنا إسماعيل، لا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في السنة المكملة للقرآن: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا، قريش هي بتاعت القرآن، من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.